لو انت انسان عايش في جزيره معزوله، وما تعرفش حاجه عن الكراسي اللي احنا بنقعد عليها يعني. وانا جبت لك كرسي. تمام، جيت نطيت عندكم في الجزيره بمركب ماشي وجبت لك كرسي وقلت لك ده اسمه كرسي. تمام، وبدات اعلمك يعني ايه كرسي، وبدات اوريك ان احنا بنقعد على الكرسي عادي، مش لازم بنقعد على الارض بس. ثم انت فهمت القاعد بقى اللي هو الجلوس يعني على الكرسي عامل ازاي، وفهمت ان ده كرسي ووظيفته ان احنا بنقعد على الكرسي ده والكلام ده كله. فبعد كده جبت لك كرسي شكله مختلف، وقلت لك اقعد على الكرسي. هتقعد على الكرسي، هتبقى عارف ان ده كرسي. تمام، جبت لك كرسي عريض، كرسي بقى طويل بتوع البارات مثلا، كرسي شكله مختلف، فوتيه مصطبه زي دي. تمام، ماشي، ايا كان الحاجه، مش مصطبه اللي هي كراسي الجنينه يعني. تمام، وقلت لك اقعد على الكرسي، هتقعد على الكرسي على طول. طيب بكل بساطه. تاني حاجه، لو انا خدت الكرسي ده وحطيته في شارع جامعه الدول، حطيته في مصر الجديده، حطيته في الشيخ زايد، حطيته عندك في البيت، حطيته في المالديف، حطيته في مدغشقر، ايا كان الكرسي وانت معايا، وقلت لك اقعد على الكرسي، هتقعد على الكرسي. طيب ايه السبب في كده؟ انت طبعا هتقول لي ده بديهي. تمام، هقول لك ان هو مش بديهي قوي في حيوانات تانية، وده اللي هنجيله. بس السبب في كده ان انت التعميم عندك كبني ادم قوي. انت فاهم ان خلاص انت شفت شكل حاجه، بتعرف تفهم الحاجات اللي شبهها، بتعرف تنفذ الحاجه في اوضاع مختلفه واوقات مختلفه واماكن مختلفه بكل سهوله ويسر. طيب كلبك بقى الغلبان، ريكس ولا روي الغلبان ده، تمام، مش زيك. كلبك الغلبان ده التعميم عنده اضعف منك بحبه حلوين. تمام، فبالتالي هو لما انت بتعلمه حاجه في مكان معين، ممكن ما يعممهاش في اماكن تانية. في كلاب كتيره للاسف ما بيحصل معاه كده، هو مش للاسف، هو ده طبيعه الكلب. تمام، بمعنى انك انت ممكن تعلمه امر عندك في المطبخ، او عندك في الاوضه، او عندك في الجنينه، وتيجي خلاص بقى والكلب بيرفكت وابن لذينه بينفذه ايه، او بينفذ اوامر ايه وفظيع. تمام، تيجي تنزل بيه في الشارع زحمه شويه، او في الشارع وفي ناس والكلام ده كله، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه يا ابني انت نسيت؟ فين الاجابه؟ مفيش. تلاقي الكلب ولا كانه متعلم، تبدا انت تفتكر ده بيعند وده بيستهبل وده بيستعبط وده ما هو عارف الحاجه كويس، وتبدا تخش في الخناقه الخالده بتاعه الملاك الكلاب وكلابهم، ان هو بيبقى فاكر ان الكلب بيعصى اوامره، في حين ان الكلب ما عممش ومتشتت. طبعا دي حاجه تانية، التشتيت ده جزء من عدم التعميم للاسف، الكلب بيعرفش يعمله. طيب الكلاب بقى عشان تبقى فاهم، بتفهم ازاي الاوردر عموما او كده، بتفهم، بتربط الحاجه ببعضيها. يعني انا مثلا اتعلمت داون وستي مثلا، فالداون وستي دول اتعلمتهم في الجنينه بتاعه البيت بتاعنا، ففي الزرع هنا، وفي العمود الفلاني، وفي الشخص الفلاني، وفي الحاجه الفلانيه، وفي درجه التشتيت الفلانيه والكلام ده كله. فهو بيفهم الاوردر، بيربط ده كله ببعضيه كده، وبيفهم ان ده الاوردر على بعضيه، او دي الظروف اللي بينفذ تحتيها الاوردر. تمام، فبالتالي بيبدا هو آه خلاص بقى شاطر في الحته دي. طيب يجي في حته تانية، تمام، تلاقي الموضوع صعب عليه، تلاقيه ممكن ما ينفذش خالص. طبعا عشان بس ندي كل حاجه حقها. في كلاب بتعمم اسرع من كلاب، وفي كلاب ممكن من كتر التعليم هو خلاص مركز قوي قوي قوي، فتلاقيه يديك احسن من كلاب تانية. بس انا بتكلم على عموم الكلاب، وبتكلم على الوضع العام بتاع الكلاب. تمام، والكلام ده كله. فبتلاقي هنا انك انت مثلا نزلت الشارع بيه، هو ما بينفذش حاجه، فيش كويس. تمام، الكلام ده كله. طيب هل ده بقى معناه ان احنا هنعلمه الاوردر في الكره الارضيه كلها، نقعد بقى نعلم بقى في كل سنتي في الكره الارضيه؟ لا، هو ان شاء الله هيعمم، ان شاء الله هيعمم، بس محتاج منك شويه مجهود حلوين. طيب ازاي اخلي كلبي يعمم بسهوله، وفي نفس الوقت يبقى يعني ايه، قليل التشتيت، ما يتشتتش بسهوله، يبقى مركز معايا والكلام ده كله؟ الموضوع اللي انتوا هتتفاجئوا منه ان الموضوع بسيط بس محتاج التزام. يعني ايه الموضوع بسيط ومحتاج التزام؟ يعني بكل بساطه، الموضوع الحاجات اللي مطلوبه منك مش محتاج مهارات عاليه، مش محتاج تبقى راجل فظيع في الفري ستايل، او في الحراسه، او في تدريب الاجيليتي، او في تدريبات مش عارف ايه، او بتعرف تعلم 100 اوردر عشان تعمل القصه دي. لا لا خالص. فدي السهوله هنا، انت مش محتاج مهارات عاليه جدا في الموضوع، ولكن محتاج التزام.
يعني ايه محتاج التزام؟ محتاج ان انت تاخد كلبك الاول حته هاديه، حته رايقه، حته بسيطه، تعلمه الاوامر الجديده اللي انت بتعلمها له. اي اوردر انت عايز تعلمه له، تعلمه الاوردر وتبدا تفهمه ان الامر ده اكس مثلا 1 2 3، بنعمل 1 2 3 لحد ما كلبك يبقى فل. فهنا احنا كنا في حته هاديه، ثم بتبدا تاخده في حته اقل هدوءا، مش دوشه بس اقل هدوءا. يعني مثلا او فيها تشتيت ازيد شويه، ممكن تزود شويه لعب في المكان، ممكن حد يبقى من العيله برضو يتواجد، تمام، ممكن 1 2 صحابك يبقوا معاك، الكلام ده كله. ثم بتبدا تطلع بيه الشارع واحده واحده، وتعلي التشتيت واحده واحده لحد ما بتلاقي كلبك تمام بيبدا ينفذ تحت درجات تشتيت عاليه جدا وهو مركز معاك ومش فارقه معاه. ليه؟ لان هو هنا اتعلم وبقى متمرس. وهي دي مشكلتك مع كلبك عموما. هو عاده اغلب الكلاب اللي ما بتسمعش كلام صحابها هي مش متمرسه، يعني هي ما عدتش بالمسار الطبيعي بتاع ان هو يعمم بسهوله ويبقى فاهم الاوردرز بسهوله ويبقى اتدرب تحت درجات تشتيت كويسه، يقدر ان هو ياخد اكشن مثلا في وجود التشتيت ده والقصه دي. طيب انا هقول لك المسار الطبيعي قوي اللي المفروض بيتمشي عليه، بس طبعا في كلاب بننط معاها شويه، يعني في كلاب مش بنعمل معاها كل الخطوات. هم عاده بيبقوا 6 خطوات. انك انت في الاول حته مقفوله ما فيهاش تشتيت خالص، تمام، زيرو تشتيت، بتشيل كل حاجه من الاوضه، كل حاجه، مش الكراسي والكنب والكلام ده كله الكراسي اللي انت قعدت عليها في الاول، لا، بتشيل اي حاجه ممكن لعبه هنا، حد معدي، شويه اكل زياده مرمين هنا، طبق اكله ايا كان، بتشيل الكلام ده وبتبدا بتدرب الكلب بتاعك على الاوردر لحد ما يبقى شاطر جدا في الاوردر. ثم بتاخد كلبك خلاص عرف الكلام ده تمام، تاخد كلبك في اوت دور اريا، حته واسعه كده بره تحت بيتكم، الكلام ده كله في الروقان، ممكن الجنينه بتاعتكم القصه دي كلها، بس يبقى في وقت هادي في الجنينه بتاعتك والدنيا هاديه، وتبدا تدربوا نفس الكلام. في مؤثرات وحاجات كده بس تشتيت بسيط جدا جدا جدا. ثم الحمد لله بدأ يبقى كويس معاك، بتبدأ ترجع تاني في حتة مقفلة وتزود التشتيت شوية، يعني يبقى تشتيت متوسط، ترمي كورتين هنا، ترمي لعبة هو بيحبها هنا، تحطه معاك في الليش عشان ما يروحش للحاجات دي، وتبدأ انت تدربه على الاوردر والكلام ده كله في وجود الحاجات دي. ممكن يبقى في حد مثلا من العيلة بيعدي، حد بيعمل حاجة، الكلام ده كله، بس ما يبقاش التشتيت جامد عليه وعليك، تمام. ثم بعد كده بتاخده نفس القصة في حتة مفتوحة، نفس القصة، بتعمل نفس الكلام تشتيت متوسط وتبدا تدربه. ثم بترجع بقى حته واسعه، تمام، حته انا اسف مقفوله تاني اللي هي اندور اريا، يعني بتدرب فيها في وجود تشتيت عالي جدا، ترمي بقى حاجات كتير وممكن حد يبقى بيناديه والكلام ده كله والقصه دي كلها. ثم بعد كده تبقى في اوت دور اريا، حته مفتوحه وفيها تشتيت عالي اللي هي الشارع بقى، ننزل بقى الشارع، وجود عربيات، في وجود الزحمه، في وجود الناس، في وجود الكلام ده كله، تبدا تشتغل معاه. طب افرض مثلا انت نزلت وفي تشتيت عالي ولقيته مش كويس، ترجع خطوه، ترجع تقلل التشتيت تاني وبعد كده تزود وهكذا. طيب الكلام ده انت هتقعد مليون سنه فيه؟ لا خالص. في كلاب، واغلب الكلاب لما بتمشي معاها بالسيستم ده مظبوط وبتدي الكلب حقه بيجمع بسرعه. طيب بعد ما عمم او بدا يعمم وبدا يعرف ينفذ تحت تشتيت عالي والكلام ده كله، بتلاقي بقى الكلب بدا يتعلم التعميم بسهوله، بدا الموضوع يبقى معاه احسن، بدا الوضع بتاعه يبقى الطف بكتير، وبدا يسمع كلامك من غير ما يغلبك والكلام ده كله. بس ففي الاخر خالص، ودي نصيحه وطلب، يعني لازم تفهم ان انت وكلبك مختلفين عن بعض. انت كائن وهو كائن تاني خالص، الكائن التاني ده ليه ادراك مختلف عنك، تمام، فبالتالي قدراته محدوده في حاجات زي ما انت قدراتك محدوده في حاجات. يعني انت مثلا انت قدراتك محدوده في الشم مثلا، تمام، اوكي، فهو قدراته محدوده في حاجات، عندك انت الحاجات دي مش قدراتك محدوده قوي فيها، تمام. فلازم تفهم النقطه دي ولازم تراعي النقطه دي لو انت عايز ما يبقاش في كونفليكت وخناقه بينك وبين كلبك، بل بالعكس يبقى كلبك بيسمع كلامك والدنيا كويسه جدا بينك وبينه. بس كده، سلام عليكم. اعملوا شير، اعملوا لايك عشان اكمل، عشان وفولو، تمام، علشان اكمل برضو، لان يعني ايه، عايزين محتاجين شويه شير وفولو ولايك، ولو انتوا على اليوتيوب كالعاده برضو تعملوا سبسكرايب وهكذا. يلا سلام عليكم.